أبعد رسالة في الحالة الأول إلى أهالينا في محافظة البحر الأحمر وأرجو من يعني الإخوان وشارع الإعلام الموجودين إن هم يوصلوا رسالة تحية وتقدير وكل مش عايز أقول المعاناة اللي أهالينا بيعيشوها في الجنوب على مدار سنوات خاصة انطروية أطراف ساعات كبيرة جدا في كل مدينة ومدينة نتكلم على فوق 1000 كيلو متر، مسألة شاسعة جدا ويمكن وجه بحري لما تبقى المساحات كبيرة لكن كثافات كلها سكانية جنب بعض تشجع تكملة المراتب والكلام ده كله من النواحي الاقتصادية، لكن هنا عشان تعمل خط مية طوله مش عارف كام كيلو عشان يخدم مدينة صغيرة أحيانا بتتحس بالعامل الاقتصادي بيلعب دور، لكن المشكلات غير التقليدية لابد أن يبقى لها حلول غير تقليدية. يعني ما ينفعش إن احنا نتعامل مع مشكلاتنا في جنوب الوادي بنفس الأسلوب، أسلوب الحلول اللي موجود في أماكن أخرى، لا ما ينفعش. مدرسة أنا بعملها هناك مثلا 6 أدوار ولا 5 أدوار، أنا مش محتاج مدرسة 5 أدوار. يعني ما عنديش كثافات اللي موجودة، لكن في مدارس فصل واحد في الحياة. فاللي أقصده إنه لابد من التفكير في مشاكلنا بحلول غير تقليدية، وأرجو إن احنا نفضل صيحة يعني زي بنك الأفكار. بنك الأفكار محدش هيقدر يتفهم مشاكل البحر الأحمر أكثر من أبناء البحر الأحمر. ومحدش يقدر يبدع في طرح أفكار بحلول مشاكل البحر الأحمر أكثر من أبناء البحر. وبالتالي برضه من خلال وسائل الإعلام الموجودين أرجو الصيحة يا شباب البحر الأحمر، نرجو أي واحد عنده أي فكرة تخطر على باله لا يستهين بيها، ويبقى في مكان هنا عند سيادة المحافظ لتلقي هذه الأفكار ونعرضها، ولما يجي لي مثلا 100 فكرة يطلع منهم 2 3 4 5 قابلة للتنفيذ، ده يبقى شيء جيد. وأنا متأكد إن هنلاقي عدد أكبر من كده من الأفكار القابلة للتنفيذ، سواء بقى في مسألة الطاقة، في مسألة المياه، في مسألة الإصلاح. حاجات كتير جدا نستطيع إن احنا نقدم لها حلول بالأفكار بتاعتنا الجديدة. الشيء بعد كده يعني كان فيها كلام رائع كتير جدا. المستثمر خاصة الأجنبي واصل بيه مثلا شركات البترول، لأن عندنا شركات البترول في شركات كتير، في شريك أجنبي. الشريك الأجنبي ده جاي من بلده وعارف كويس جدا إن هو عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع اللي هو بيشتغل فيه. مسألة ما فيهاش منازعة ولا محتاجة مساواة معاه، لأن هو جاي تقدم فاهم إن في عنده مسؤولية اجتماعية في المجتمع اللي هيشتغل بس. تمثل هذه المسؤولية الاجتماعية إن أنت موجود هنا في مكان. أيوة أنا عارف إن لما بيفتح موقع في مكان ما لشركة البترول بيولد حواليه صناعات. الموقع ده عايز ينور، عايز ميه، فبيعمل عنده حتى لو كان المكان ما فيهوش كهرباء فهو بيقدر من خلال الغاز اللي بيطلع من صاحب الزيت والحاجات اللي بيعمل في البنات الصغيره. احيانا الموقع بيبقى عنده فائض في الكهرباء، بيبقى مش عارف يشربه فين، بيقدر يشغل الكهرباء طول النهار علشان عنده مولدات مش عارف تجيب فين. تمام لازم يشغل. فهنا لازم المجتمع اللي حواليه بينشئ طرق تستفيد من المحطات الميه بتاع اللي بيعمل تحليه عنده. طيب ايه المانع بقى وقتها ان يعمل لي يعني وحده صحيه مجهزه مش مجرد مبنى مش هتكلفه حاجه، انا بتكلفه لما بتدخل في استثماراته وفي ميزانياته ولا تساوي شيء. هي يعني واحد كلام فاضي كده ملوش لازمه ما يظهرش. يعمل لي مدرسه مش مجرد بس واحده كفايه المدرسه. فاكر المدرسه شيء كويس، بس يعني في حاجات
في استثمارات لازم تضخ في البدايه عشان تحل المشكله، وقتها هيبقى هذا المستثمر صديق للمجتمع، بدل ما انا بحس بمشي من جنب الشركه دي وفي روح عدائيه بينه وبينه ان ما بستفادش منه في حاجه. لكن لما اقول والله مدرسه الوحده الصحيه السنترال مش عارف ايه اي كبر هو اللي عامل الشركه دي عامل المساله دي، ويبقى يبقى كده مطلوب ان ده اهداء من شركه كذا، ايه المشكله؟ يبقى في نوع من ففي الاصل اللي فيه مسؤوليه اجتماعيه تجاه المستثمر، ايا كان بقى المستثمر. مستثمر شركه بترول، مستثمر واحد عمل قريه سياحيه، واحد عمل مش عارف مدينه، ايا مكان بقى يبقى عارف ان في مسؤوليه اجتماعيه بالنسبه لي. ايضا عشان نحل مشكله البطاله، طول ما احنا عمالين نصرف ان يا شركه كذا يا مستثمر يا كذا يا كذا وقت اللي احنا لازم نفرض عليك انك تشغل لنا اولادنا، هيقول لك حاضر انا محتاج التخصصات الفلانيه والمهن الفلانيه، يا ترى عندك؟ لو مش عنده هيجيب من مره ما اقدرش الوم، لان انا مش هشغل اولادي وهم مش مؤهلين. ده بيفترض ده ايه؟ بيفترض ان انا واحد جاي عايز يعمل عندي مصنع وانا همضي معاه العقد، اقول له يبقى في عندك مركز وانا بمضي العقد. اول ما بيحط اول فاز عشان يعمل حاجه في الارض بيبقى اول فاز ده في مركز التدريب، علشان يبقى مركز التدريب يشتغل قبل المصنع ما يشتغل وقبل القريه ما تشتغل وقبل ما يشتغل. وقت ما يشتغل يبقى انا دربت اولادي هم اللي دخلوا في مركز التدريب اللي عنده ده، خدوا الشهاده واتدربوا على المهن اللي هو محتاجها عنده. طبيعي هيبقى من مصلحته انه يشغل اولاد المكان، لان هيوفر له سكن وهيوفر له انتقالات وهيوفر له حاجات ومشاكل، حاجات كتير قوي. طبيعي يمكن يجيب واحد من بره لان مش من مصلحته انه يجيب واحد من بره. فلازم دي تبقى واضحه وانا بعمل اي عقود شغل مع اي مستثمر ان مركز التدريب يبقى اول حاجه تتعمل بتسبق النشاط بتاعه. ما عملش كده يبقى لا يعني ما يلزمش هو ما يلزمش، لازم يكون هكذا. دي اللي نقدر نحل بيها المشكله بتاع البطاله. واحد يقول احنا لسه ننتظر ده في شويه. لو دلوقتي نستطيع ان احنا نبدا بشويه حاجات، وانا عارف ان محافظه البحر الاحمر عندها في الحقيقه نقطه تميز في التعليم الفني، تعليم المستوى، نقطه تميز تمتاز البحر الاحمر عن كثير من المحافظات بتاع مصر، انها عندها اتفاقيات ما بين القرى السياحيه وما بين شركات البترول وبتاع تحليه الميه وحاجات كتير قوي بتدرب فيها الاولاد اللي بيجي كده، وبعد كده فرصه عمل جاهزه ان هم يشتغلوا فيها. وانا بوعد حضراتكم يعني احنا عندنا لجنه التعليم في مجلس الشورى، وزي ما قال المتفضل الدكتور طارق، احنا كمجلس الشورى دلوقتي رغم ان ما عندناش الصلاحيات الدستوريه اللي نشتغل فيها، لكن بنخلق لنفسنا شغل بنخلق لنفسنا مسؤوليات كبيره، وحظنا وقررنا ان المجلس الشعبي مش موجود، فلا بد ان احنا نقوم بالدور الرقابي والدور لازم نلعب دور الشعب كله. يعني لان ما عندناش مجلس تاني، فلا بد ان احنا نقوم بالدور ده. جهد زياده وعيب زياده مش مشكله، هو يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا. فهنا التعليم الفني هياخد الفتره اللي جايه في اولويه كبيره جدا على المستوى الفني. اولويه للتعليم الفني عشان نطلع على مشكله البطاله بشكل علمي. اصحاب المصانع عمالين يسرقوا ويقولوا مش لاقي حد يشغله، والشباب قاعد في البيت ومش لاقي حد يشغله. المشكله فين؟ ان ده مش مؤهل للوظيفه دي. والحال يكون ان التعليم الفني يعاد فيه النظر من بدايه نسب التعليم الفني اللي موجود دلوقتي اللي هو تبع التربيه والتعليم لوحدها، ويبقى التعليم المستوى القطاع الخاص يدخل على الخط عشان كله يا فندم. ده قبل الجامعي ده حاجه ثانيه. هو الشكل ده شرفنا يعني بصراحه خبره غير عاديه، ولما سافر المانيا فقالوا يعني سافر اشهر كنت ضغطين تجارب عملوا كده ورجعت الالمان تاني. نعم الموضوع مجرد كل كده، فكانت بصراحه نقطه اكاديميه يعني. ربنا يبارك فيك. فعلا يعني استاذ مصر فكرنا انه الالمان قعدوا في مصر قد في لحظه متاكده بشكل عام، قعدوا فتره عشان ينقلوا. اوروبا كلها بتشتغل بالتعليم المزدوج، امريكا بتشتغل بالتعليم المزدوج، اسيا نفس الموضوع، اليابان، كل البلاد دي البلاد العربيه سبقتنا. التعليم المزدوج يعني ما يبقاش التربيه والتعليم لوحدها اللي بتتحكم في العمليه التعليميه،
فيما يخص التعليم الفني، انما القطاع الخاص يدخل معاه وكل الانشطه بقى القطاع الخاص كله. الالمان رجعناهم مره ثانيه بعد ما كانوا يعني كفروا بالتجربه المصريه، رجعناهم مره ثانيه يشتغلوا، وان شاء الله احنا في ربما في نقطه 10 ان شاء الله الجاي عاملين مؤتمر للتعليم الفني، لجنه التعليم عندها يكون تحت رعايه الدكتور مرسي، والبحر الاحمر مدعوه انها تقدم تجربتها لانها تجربه كويسه. ايوه في شويه حاجات كده متعثرين فيها، لكن بشكل عام في ايجابيات كتيره جدا. والجميل في البحر الاحمر كمان ان اوجه النشاط يا فندم يعني واعده جدا ومتعدده، ويمكن انا متاكد لو سيبنا الفرصه للست المحافظ يعرض لنا الانشطه اللي موجوده عنده ناخد ايام في الحقيقه مش ساعات. البحر الاحمر فيها نشاط متنوع وثري جدا. اقدر اقول البحر الاحمر تستطيع انها تصرف على مصر كلها، يعني محافظه البحر الاحمر تصرف على مصر كلها من الموارد والخامات والاستباحات، يعني اشياء كده فوق الخيال فوق الخيال، بس بشرط ان احنا ايه يعني ننتشلها من الاهمال، ننتشلها من الاهمال. النقطه اللي بعد كده هي مساله الطرق الربط مع السودان. ده مش مع السودان بس، انا كنت بحضر من كام يوم مؤتمر لرؤساء البرلمانات الافريقيه، ممثل رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي، وكانت مشكلتنا يا فندم واحنا بنناقش في المؤتمر عن رؤساء البرلمانات ان يعني احنا بنناقش في القعده وكاننا قاعد في الاجتماع في افريقيا. مش عارفين نستفيد من الخدمات اللي عندنا، ما عندناش طرق، ما عندناش بنيه تحتيه، المواني تعبانه، لا جايين هي لقطه مع الفرق شويه مع الفرق. فهنا